تخيل مباراة هادية وفجأة ريال مدريد يسويها فيلم أكشن كامل. ريال مدريد فاز على رايو فايكانو 2-1، وإبراهيم دياز دخل بديل بدري وقدم أسيست، ومع رايو كان حاضر المغربي إلياس أخوماش كأساسي. يعني ليلة مغربية بنكهة مدريدية. يا جماعة اسمعوا بس، مباراة ريال مدريد ضد رايو فايكانو كانت ماشية عادي، لين صار شيء يخليك تقول لحظة وش قاعد يصير؟ ريال مدريد فاز صح، بس القصة مو فوز وبس، القصة تبديل اضطراري قلب المباراة، وأسست من لاعب مغربي خلى المدرجات تولع. نبدأ من البرنابيو، أجواء كبيرة، ريال مدريد قدام جمهوره ورايو داخل يلعبها كأنه ما عنده شيء يخسره. وفجأة الدقيقة 8 تقريباً أخوماش يرسل إنذار مبكر، تسديدة خطيرة تمر جنب القائم. تخيل لو دخلت كان شفنا عنوان البرنابيو انصدم. وهنا يبدأ التشويق الحقيقي. الدقيقة 10 بيلينغهام يتعرض لإصابة ويطلع، والبديل إبراهيم دياز. والحين ركز معاي، لأن اللي صار بعدها سريع مثل زر لايك لما تشوف هدف عالمي. الضربة، الهدف اللي فجر المباراة. الدقيقة 15 فينيسيوس يسجل، بس مو لحاله، التمريرة من إبراهيم دياز، أسيست مرتب، وكأن دياز قال دخلت 5 دقائق بس أبي بصمتي الحين. الجمهور يطير، رايو يتوتر، والمدريدية يقولون يا سلام، البديل طلع كنز. بس لا تحسب الموضوع انتهى، لأن المباراة عنوانها لا أحد يرتاح. رايو ما استسلم، والنتيجة صارت 2-1 بالنهاية، يعني الضغط كان موجود لآخر لحظة. مباراة على أعصابك، مو مباراة تمشيها وانت مرتاح. والأجمل وجود أخوماش أساسي مع رايو، ودياز يسوي أسيست لريال، مغاربة في قلب الحدث الأوروبي. والسؤال الحين، إذا دياز يقدر يغير مباراة بدخوله المفاجئ، هل بيصير جوكر ريال مدريد في المباريات الكبيرة الجاية؟ وإذا أخوماش قاعد يهدد من أوله ضد ريال، تخيل وش بيسوي ضد خصوم أضعف. إذا تبي تعرف وش بيصير في الجولة الجاية ومين اللاعب اللي بيقلب الترند بكرة، اشترك وخليك معنا، لأن بكرة عندنا خبر ممكن يغير كل شيء.